السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض السردين المخلل في البيت. وطبعا احنا بنخاف ناكل الحاجات دي من بره، لكن لما نعمله في البيت هنعمله بطريقه صحيه وجميله جدا وضامنين جودته. كل سنه وانتم طيبين. انا النهارده هنعمل السردين المخلل في البيت ده بطريقه سهله وبسيطه، وكمان هنعمله متبل. وهقول لكم ازاي. ساعات بنروح نجيبه كده من عند المحلات، بنلاقي ساعات لونه اصفر وساعات بنلاقي لونه احمر. ازاي تعمليه باللون اللي انت عايزاه، وكمان ازاي تعمليه من غير لون خالص زي ما انا عامله بالطريقه ديت. وهناكله كمان بعد 3 ايام بالظبط بس. وهنتكلم على كل المشاكل اللي ممكن تواجهنا واحنا بنعمل السردين المخلل، وازاي نحلها باذن الله. طريقته سهلة وبسيطة جدا. كل سنة وانتم طيبين. والله هتاكلوه بعد 3 ايام من غير ما تحطوه في الشمس ولا اي حاجة خالص. هنخلله على طول بإذن الله، وهيبقى عامل زي الزبدة معانا زي ما احنا شايفين كده. الجلدة بتاعتنا متماسكة خالص من بره، والسمك واللحم بتاعه ابيض، وكمان مستوي خالص من جوه. بس لو انتوا لسه جديد في القناة واول مرة تشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير للفيديو لو الفيديو عجبكم. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا نبدا على طول. طبعا تقدري تخلي اي نوع اي نوع من الاسماك السردين اللي انت حباه. في سردين بلدي، وفي سردين كبير، وفي سردين صغير، او في سردين كمان بقشره. فطبعا تخلي النوع اللي انت عايزاه. اول حاجه كده هناخد السردين بتاعنا ده ونبدا نغسله، وبعدين نحطه في مصفى يصفي. طبعا مش هنحطه في الشمس ولا اي حاجه. عندي لكل سمكه كبيره من السمك السردين ده معلقه كبيره خالص من الملح، وكمان هحط عليها ربع معلقه من الكمون وربع معلقه من الجنزبيل. احط على ال3 معالق ربع معلقه بس، يعني مش هحط كتير. وهحط كمان ربع معلقه من الشطه. يبقى انا عندي شطه وكمون وجنزبيل. طب ايه فايده التوابل ديت؟ هو بس الاساسي اللي هو الملح. بس فايدة التوابل بتاعتنا ديت بتتبل السمك. الجنزبيل بيشيل الزفارة، وكمان الشطة بتموت أي بكتيريا ضارة تكون موجودة في السمك بتاعتنا. ما بتخلوش يعمل ريه، ما بتخلوش يبوظ معانا ولا أي حاجة خالص. وكمان بتديله طعم جميل جدا. هقلب بقى ربع معلقة الكمون وربع معلقة الشطة وربع معلقة الجنزبيل على الملح. وبعدين هبدأ اخد ربع معلقة من الخلطة اللي انا عاملاها ديت، احطها في الخرشوم بتاع السمكة من ناحيتي، والربع معلقة التانية في الخرشوم بالسمكة بتاع الناحية التانية. هنعبيه النهاردة في اكياس. هنخليه النهاردة في اكياس علشان ما نوسخش مواعين كتير ولا اي حاجة. وكمان الاكياس دي بتبقى نظيفة، بتساعده على عملية التخليل بسرعة. وكمان يبقى طازة كده، وشكله وطعمه كمان احلى. ما تعمليه في العلب. تقدري طبعا تعمليه في علب وكل حاجه، بس انت عارفين ان الحاجات دي بتبقى زفره، وعايزين بنبقى نقفلها قفل محكم شويه، بحيث انها ما تطلعش ريحه او يخش لها اي حاجه تساعدها على انها تبوظ معانا. بعد كده بقى انا هحط ربع معلقه في الخرشوم ربع معلقه من الملح في الخرشوم من ناحيتي، ومن الناحيه التانية هبدا بقى احط بقيه معلقه الملح على السمكه كلها من بره. وبعدين هبدأ احطها في الكيس معانا زي ما احنا شايفين كده. يبقى معانا لكل كيلو سمك، طبعا السمك كبير سمك صغير، 3 معالق كبار من الملح، عليهم ربع معلقة من الكمون وربع معلقة من الجنزبيل وربع معلقة من الشطة. بس دي المكونات بتاعته. وكمان انا عندي هنا نص ليمونة، هبدأ اخدها كده بعد ما اخلص التتبيل بتاع السمك كله. هبدأ بقى اعصر نص الليمونة دي عليه من جوه كده، وامسك الكيس اقلبه شويه كده يمين وشمال. وبعدين هبدا اقفل الكيس كويس جدا، اربطه او بمشبك مثلا من اللي هو بيبقى نمسك بيه او نقفل بيه الحاجات عندنا كده. هروح جايه قافله بيه. وكمان في كيس كمان هبدا احطه فيه. طيب لو انا جيت عملت السمك ده وجي غصب عني هيدق، جه محدق مني كده والسمكه حاسه انها ناشفه قوي، هبدا اجيب شويه ميه وبعدين ابدا احط فيها السمك بتاعي ده، وانزل من عليه الملح اللي من بره، واركنه كده فيها يجي نص ساعة. هيبدأ نسبة الملح بتاعتنا تبدأ تروح في المية ديت، وباكله يبقى بألف هنا وشفا. هيرجع يبقى دلع تاني زي ما احنا شايفين كده. هوت انا ركنته 3 ايام في رف من الرفوف بتاعه المطبخ، ما حطيتهوش في الشمس ولا اي حاجه. وطبعا هتقولي لي ده نزل ميه. طبعا لازم ينزل ميه، لان السمك بتاعنا بيبقى في قلبه سوائل. الميه ديت بتبقى طبيعيه جدا،
مش مش حاجة وحشة ولا حاجة، لإن طبعًا بتخلّي السمكة بتاعتنا تفضل حيوية كده وما بتبقاش ناشفة كده وجافة، لأ بتبقى السمكة بتاعتنا مستوية وكل حاجة ما فيهاش أي دم ولا أي حاجة، بس كمان طرية من جوّه. وطبعًا لازم لمّا إحنا بنروح نجيب السمك السردين ده متخلّل من عند المحلات، بيبقى فيه مَيّة، المَيّة ديّة هي اللي بتبقى موجودة، بتنزل من السمكة أصلًا، مش هُم بيحطوها ولا أي حاجة. طيب إحنا ساعات بنروح نجيب السمك بتاعنا ده بيبقى لونه أحمر أو ساعات بيبقى لونه أصفر، هتزودي على التوابل بتاعتنا والمكونات اللي إحنا كنا حاطينها يا إما معلقة صغيرة من البابريكا، ده لو انت عايزة لونه أحمر، أو لو انت عايزة لونه أصفر هتزودي معلقة صغيرة من الكركم. هو ده فرق اللون من هنا، من اللون ده للون ده. بعد كده خلاص بعد 3 أيام هتاكليه بإذن الله، والله العظيم طعمه زي العسل وزبدة زي ما احنا شايفين كده. وطبعا اللي لونه غامق ده اللي هو ده البطروخ، كمان احنا بناكله مش بنرميه، وهنقدمه النهارده مع عيش بلدي كده، احنا بنخبز عندنا العيش ده في الأرياف، وبطاطس وكمان خيار وطماطم وأناناس، تقدري تقدميه مع أي حاجة انت بتحبيها. كده الفيديو بتاع النهارده خلص، اقسم بالله ان السردين ده طعمه تحفه، جربوه بالطريقه بتاعتي وباذن الله هيعجبكم. لايك وشير للفيديو لو الفيديو عجبكم، واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وفضله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.